انت بتعمل ايه يا علي؟ بشرب سجاير. بس دي مضره يا علي. ايه يعني؟ بتجيب سرطان يا علي. يا عم ربنا هو الساتر. تأثر على الرجوله يا علي. انت بتقول ايه؟ 21 مارس سنة 2017 نشرت مجلة جيرمان نتورك تقرير قلب الدنيا، خلى مجلة فوربس تتكلم عنه باسم You are not the man your father was، اللي هو بالبلدي بيلقحوا عليك وبيقولوا لك ان انت مش راجل زي ابوك، مستقلينك جامد، انت ما بقتش مسيطر خالص. بس ان جيت للحق مش انت بس اللي كده، هو كل الجيل للاسف كده. يعني ولا تعايرني ولا عايرك، الهم طايرني وطايلك. اقول لك على حاجة كمان، انت كده محظوظ لانك هتبقى ارجل من عيالك وارجل من احفادك. اكيد انت دلوقتي مش فاهم حاجة ومش فاهم الموضوع داير على ايه، بس ارجع لي لورا شويه وتعالى افهمك. انت كبني ادم محترم، الهرمون اللي بيلعب دور في رجولتك هو هرمون التستوستيرون، والهرمون ده يا اسطى للاسف بيقل جامد قوي مع الوقت. بس استنى ما تخافش، الموضوع ده ما بيحصلش عندك انت بس، بيني وبينك هو بيقل عند كل جيل وبمعدل ثابت كمان تقريبا. يعني هتلاقيه بيقل بنسبه 1% بس في السنه، وده رقم مش هين ولا قليل. جاما نتورك جري وما سكتوش، ما هو الوضع ما يتسكتش عليه. يعني ايه امريكا يكون اكتر ادويه بتتباع فيها ادويه نقص هرمون التستوستيرون؟ والموضوع ما كانش هين، وزي ما قلت لك نسبه بيع الادويه دي كانت كبيره جدا، والنسبه دي كمان زادت ما بين 2010 ل 2013. والمؤشرات دي كلها خلتهم يعملوا بحث على فئه عمريه موجوده دلوقتي ويشوفوا هرمون التستوستيرون عامل ايه عندهم، ويقارنوا النتائج بتاعتهم بناس من مواليد قبل الالفينات. لقوا ان نسبه هرمون التستوستيرون قلت جدا عند الجيل الحالي عن الاجيال اللي فاتت. الموضوع ده ما يتسكتش عليه يا جماعه، فقالوا احنا لازم ندرسه بالتفصيل لان مفيش هزار في الحاجات دي، ده المستقبل يا اخوان. المهم ان سنه 2007 تم نشر بحث في مجله متخصصه في الغدد الصماء والتمثيل الغذائي بيقول ان الموضوع ده مش جديد، ده بدا يظهر كمان في الثمانينات. ودي حاجه مرعبه لانها مش بس هتاثر على قدره الراجل الانجابيه، لا دي هتاثر على كل حاجه تقريبا في حياه الراجل. يعني لو جيت فكرت معايا في اول حاجه ممكن تاثر على الراجل فيها هي قدرته الانجابيه، ودي كده كده التستوستيرون بيتحكم فيها بشكل اساسي. قلنا بس الحمد لله المشاكل وقفت لحد كده، لا في البحث كمان ذكروا ان نسبه الحيوانات المنويه هتقل عند الرجاله بشكل كبير، ده غير انها فعليا اساسا قلت. المجله طلعت وقالت يا ريت هتيجي على قدك، قالت ان زي ما نسبه الحيوانات المنويه قلت عند الراجل، كمان نسبه الكتله العضليه هتقل عنده. في دراسة حصلت سنة 2016 على مجموعة من الرجالة من سن 20 ل 34 بيقيسوا فيها قوة ضربة الإيد، لقوا إن قوة قبضة إيديهم بتوصل ل 98 رطل. الرجالة أثبتوا كفاءتهم، وقبل ما نفرح سبقونا وقالوا لنا لا ده سنة 1985 اتعملت نفس التجربة دي على رجالة من نفس السن اللي هو من 20 ل 34، والنتيجة كانت إن قوة قبضة إيديهم كانت بتوصل ل 117 رطل. أنت واخد بالك من الفرق؟ وطبقا للأرقام والتجربة ديت فاحنا في مصيبة يا جدعان، لأن ده لو فبيدل على ان مفيش راجل هيقدر يشتغل الشغلانات اللي بتحتاج مجهود بدني زي الزراعه او الصناعات اليدويه او حتى الصيد. كل الشغلانات اللي بتحتاج قوه بدنيه محدش هيشتغلها. تعالى بقى خد الكبيره، يا ريت الموضوع جه انجابيا وصحيا بس، لا ده جه كمان على الاقتصاد. زي ما سمعت الاقتصاد هيتضر برضه بسبب هرمون التستوستيرون والله. بس عشان ما ابقاش جاي عليك وتفتكر ان انت السبب في كل اللي بيحصل ده، فاحب اقول لك ان العلماء وصلوا لشويه اسباب كتير، في بعضهم انت السبب وبعضهم التاني انت مظلوم يا عيني. العلماء اتكلموا وقالوا ان الموضوع ده خلاص بقى شيء طبيعي، لان الرجاله ما بقتش محتاجه قوتها البدنيه زي زمان. الراجل ما بقاش يزرع بايده ولا بقى محتاج كل الكتله العضليه دي في حاجه، هو كل اللي بقى محتاجه بين باج ولابتوب ويقعد ياكل عيش ويشوف مصالحه. زمان بقى الموضوع ما كانش كده، الموضوع كان محتاج قوه بالذات في الشغلانات التقليديه زي الزراعه والصناعه والصيد. هتقول لي طب ما الشغلانات ديت لسه موجوده ولسه مستمره. لا يا حبيبي، اللي بيحصل دلوقتي مش نفس اللي كان بيحصل زمان. دلوقتي بقى في مكن والات خدوا مكان الناس في الشغلانات الصعبه خلاص. حتى لو جيت تفكر معايا في دورك الانجابي فما بقاش ضروري زي زمان كنت تخش على الراجل تلاقيه مخلف ما شاء الله 20 عيل. ثقافه الناس زمان كانت عايزين نخلف كتير، اهم حاجه العزوه. دلوقتي لو بصيت هتلاقي ان انت وخطيبتك بتتفقوا ان اول سنتين من غير خلف، ويوم لما تقولوا اخيرا احنا هنخلف اخركم عيل ولا 2 عشان مصاريف. فالمهم العلماء اجمعوا وشافوا ان التستوستيرون طبيعي يقل طالما الراجل ما بيعملش المجهود اللازم عشان الهرمون ده يزيد. اما السبب الثاني بيقول ان شكل حياه الراجل والضغوط اللي بيتعرض لها هي السبب. اصل لو جينا نبص على الاسباب اللي بتقلل هرمون التستوستيرون هتلاقي على الاقل عندك منهم حاجه. ارفع ايدك كده معايا ولو قلت سبب منهم عندك نزل صباع. اول حاجه السمنه، تاني حاجه الاكل الغير صحي زي ان انت تاكل من مطاعم بره او وجبات سريعه، تالت حاجه ان انت تكون بتشرب سجاير او بتشرب خمور او الاثنين مع بعض، رابع حاجه ودي تقريبا كلنا هننزل صباعنا فيها هي ان انت تكون بتتعرض لضغط عصبي كبير. والاربع اسباب دول هي من الاسباب الاساسيه اللي بتقلل هرمون التستوستيرون.
انا عارف ان انا جيت قفلت الدنيا في وشك، بس نعمل ايه؟ ادي الله وادي حكمته. بس ما تقلقش، انت لسه الموضوع في ايدك ونقدر ننقذه سوا. تقدر تنقذه بان انت تعمل عكس الحاجات اللي بتضرك. بتشرب سجاير، حاول تبطلها او على الاقل قلل منها. بتشرب خمور، لا ديت لازم تبطلها مش تحاول. اكلك ضايع وما فيهوش حاجه مفيده، خلاص كل اكل مفيد. امك عامله لك شويه بسله زي العسل. والحل الذهبي لمشكله التستوستيرون هي الرياضه، او ربنا زي ما بقول لك، الحديد ورفع الاثقال بيرفعوا نسبته للسماء. فعشان كده قررت اقفل الحلقه هنا واروح الجيم. السلام عليكم.